السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة عالم منال. رمضان كريم. اليوم معنا وصفتين لشوربات مغذية ولذيذة وكتير سهلة بالتحضير. قبل ما نبدأ، ياريت للي بتابعني لأول مرة ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس لحتى نبقى على تواصل، واللي متابعني من زمان ياريت ما تنسوني بالتعليقات وتحكوا لي رأيكم بالفيديوهات. خلينا نبدأ بتحضير وصفتنا الأولى، شوربة البطاطا والجزر. المقادير: بنحتاج بصل مقطعة، حبتين بطاطا مقطعة، عنا حبتين جزر كله مقطع عادي، لو الحبات كبيرة مش مشكلة لأنه بالآخر رح نهرسها. عنا بودرة ماجي، فلفل أسود، زيت زيتون، وبنحتاج كمان هيل ناعم وبابريكا. لتحضير الوصفة، أول شي بدنا نحط زيت الزيتون، ونضيف البصل المقطع والبطاطا المقطعة والجزر المقطع، وبدنا نقلبهم شوي، يعني ندبلهم شوي بالزيت. بعد ما دبلناهم بالزيت بنحط رشة الهيل الناعم، وبنحط الماجي تقريبا معلقتين. طبعا هون بوصفتنا مثل ما انتم شايفين ما في ملح، ما رح نستخدمه لأن الماجي رح يغنينا عنه. وهلأ بنضيف الفلفل الأسود معلقة صغيرة تقريبا، بنقلبهم كتير منيح. بالآخر بنضيف المي المغلية، بدنا نغمرهم ونتركها لحتى تغلى، وتقريبا بدها 10 دقايق لحتى تستوي معنا الخضار. وهلا لما بلشت تغلى بدنا نوطي النار عليها ونغطيها ونتركها لحتى تستوي. وهلأ بعد ما استوت الخضار معنا صارت جاهزة لحتى نطحنها. طبعا تقدروا تطحنوها بالبلندر اليدوي أو تحطوها بالخلاط. هلأ بدنا نطحنها، طبعا أنا استعملت الخلاط هون. بدنا نتأكد إنه كل الخضار انطحنت معنا وصارت ناعمة كتير. وهلأ بعد ما طحناها بدنا نرجعها على الطنجرة. شوفوا كيف كتير قوامها كريمي. بدنا نضيف لها البابريكا، بتقدروا تستعملوا طبعا البابريكا الحلوة أو الحارة، معلقة تقريبا، وبنحركها كتير منيح، تاخد لها غلوة على النار وبتصير جاهزة. وهلأ بعد ما غليت معنا الشوربة، شوفوا اللون كيف صار كتير حلو. طبعا البابريكا عطتها هذا اللون، والريحة ما بتتخيلوا قديش كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها. وهيك شوربة البطاطا والجزر صارت جاهزة معنا. شكلها كتير بفتح النفس،
طبعا ما أخذت معنا وقت بالتحضير وكتير مغذية بشهر رمضان المبارك. إن شاء الله إنكم تجربوها وتعجبكم. وخلينا ننتقل لوصفتنا الثانية. وصفتنا الثانية شوربة الشعرية بالخضار. بنحتاج شعرية نص كوب تقريبا، عنا 3 حبات بطاطا مقطعة مكعبات، حبتين جزر مقطع مكعبات صغيرة، عنا حبتين كوسة مقطع كمان مكعبات، بنحتاج لبصلة مفرومة، عنا زيت نباتي معلقتين، بدنا ننكهها بالماجي وفلفل الأسود والهيل. أول شي بدنا نحط الزيت النباتي، نضيف البصل، بنقلبه شوي على النار، بنضيف البطاطا، بنقلبها شوي مع البصل، وبعدين بنضيف الجزر والكوسة وبنقلبهم، بعد ما قلبناهم بدنا نغطيهم ونتركهم شوي ليتدبلوا. بعد ما تدبلت معانا الخضار بدنا نضيف المي المغلية ونغمرهم فيها، بنحرك شوي، وبعدين بنضيف البهارات اللي معنا اللي هو الماجي، الفلفل الأسود والهيل الناعم. بنرجع بنغطيها وبنتركها على نار هادية لحتى تستوي معانا الخضار، بدها تاخد تقريبا من 5 إلى 7 دقايق. ولما استوت معنا الخضار بنضيف الشعرية وبنحركها كتير منيح، وبنتركها دقيقتين 3 لحتى تستوي الشعرية. وهيك صارت شوربة جاهزة معنا، شوربة الشعرية بالخضار. شفتوا كمان ما أخذت كتير وقت معنا بالتحضير وكتير مفيدة. وبتقدروا طبعا تضيفوا أي نوع خضار انتوا بتحبوه، بروكلي أو الزهرة، اللي بدكم إياه، والمقادير طبعا حسب الكمية اللي انتوا بدكم تعملوها. وهلأ ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس لحتى نبقى على تواصل. وصحتين وعوافي على قلوبكم.